من وثائق المؤسسة طيلة سنوات عمله، وألف من خلالها كتبا ومنشورات أصبحت مرجعا للسياسيين والباحثين. في 14 أكتوبر 77 ولجت مؤسسة مجلس النواب اللي صبحت فيها موظف بإدارة الفريق الاستقلالي كعون خدمة، يعني شاوش السلم واحد، بحكم أن ما عنديش شواهد مدرسية، يعني ما كان حصلت على شهادة. البرلمان المغربي كان في ذاك اللحظة بمثابة مدرسة فيها سياسيين كبار. جاتني فكرة أنني نعمل التوثيق. بديت كان أي حاجة، أي وثيقة متعلقة اقتراح قانون، سؤال شفوي، ملتمس، مداخلة، أي حاجة متعلقة بالبرلمان إلا وكنجمع منها نسخة ونجيبها لداري، حتى كونت واحد الرصيد هائل من الوثائق. من ثم يعني الناس عجبتهم الفكرة ديالي، ولات من عمل إلى عمل، من عمل إلى عمل، حتى وصلت لحوالي 100 عمل توثيقي. وابتداء من 2006 بديت كنصدر لي حسابي الخاص، إلى حدود الآن عندي 15 إصدار اللي يعني كتكون ذاكره ديال البرلمان. كنت كنتمنى يكون لي واحد التكريم اللي يليق بمكانتي، مكانه واحد الموظف بسيط اعطى الشيء الكثير للبرلمان، واللي الكل كيرجع له. واحد المجموعه ديال الطلبه كيجيو كيولجوا وساعدتهم، واكثريه فيهم اللي عملوا الدكتوراه. نهاية جولتنا الإخبارية المغاربية، وقد تابعنا فيها